اهو احمد عز هو قبل ما يروح المحكمه النهارده جوه القفص النهارده. زحمه غريبه جدا، زحام غير عادي. فين العداله؟ طيب العداله فين؟ ها؟ عداله ايه؟ عداله ايه؟ يا جسم يا جسم يا جسم هتتذلوا، انتوا هتتذلوا والله، هتتذلوا والله. بعتوا البلد، بعتوا البلد، بعتوا البلد، بعتوا البلد، بعت البلد. بتجاملوا بعض، بتجاملوا بعض، بتجاملوا بعض. اديك حته من التورته. خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه. شفتم طبعا الناس معذوره، لان الناس حست ان مستقبلها وحاضرها اتسرق. في ناس سرقت حلمها، في ناس ضلمت عليها عيشتها. اللي احنا فيه النهارده ادي العربيه بتاعه البوكس. طبعا النهارده لولا الشرطه العسكريه والشرطه الناس دي كانت هتتقطع. وابتدت احمد عز كان بيصوت جوه العربيه، لان ابتدت العربيه تتهز. فاكرين الهزه بتاعت عربيات الامن المركزي؟ هزه اياها اللي هي الهزه اللي قبل الولعه كانت كده. النهارده الناس دي هي السبب في اللي احنا فيه النهارده. بس اللي انا بقول لكم حاجه، ما تخلوش الناس دي تشمت فينا، ما تخلوش الناس دي يقول لك احنا لما كانت موجوده كانت جنه ولما سبناها بقت خرابه. يا جماعه بعد ما اتقبض عليهم البلد تخرب؟ ده المفروض بعد ما تقبض عليهم البلد تتحسن، البلد تبقى كويسه، البلد تبقى فيها استقرار شويه علشان نعرف نشم نفسنا. يجب ان كل انسان يحافظ على البلد ديت، والبلد دي مش كلام والله، المره دي الكلام مش انشا، انما الناس ديت دلوقتي بقت بتفكر. شايفين البلد عامله ازاي؟ اديها مولعه، اديها منيله، اديها مش عارف ايه. طيب احنا حتى لو اعدموا في ميدان عام، حتى لو اتقتلوا، احنا بقى مستقبلنا فين؟ فين البلد تقف على رجليها؟ فين الاقتصاد بتاعنا؟ فين السياحه بتاعتنا ترجع؟ فين المدارس بتاعتنا ترجع؟ فين الجامعه؟ العيال دي ما بتتعلمش، احنا عندنا عيال ما بتتعلمش اكتر ما هي ما بتتعلمش، وهيتطلصقوا السنه دي، هيبقى عندنا جيل متطلصق. اتفضلوا ادي العربيه وهي بتتهز. ناس غاضبه. طبعا دي المسافه من سجن ترى لغايه اما بيوصل للتجمع الخامس، مسافه طويله جدا، بيبقى فيها حراسه وفيها عربيات امن وبيبقى انا بس بهمس وبصرخ في اذن كل مصري ان الحياه في مصر تكاد تتوقف. في بيتكلموا على مظاهره هتنزل يوم الجمعه الجاي، لان الشعب يريد نظام. هذا هو الشعار الآن، أن الشعب يريد تطهير النظام. أنا معاهم وموافق، ويجب أن يتم تطهير النظام حتى النهاية. طيب يد تبني ويد تحمل السلاح، كان ده شعار في المرحلة.